بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. بفضل الله سبحانه وتعالى درنا واحد الفرع بفضل الله سبحانه وتعالى ديال المؤسسة، وهاد بفضل الله قوس المعزة ديال هاد البياصات، هاد بفضل الله سبحانه وتعالى الأسرة من الخشب اللي ديال الأرز، مبغيتش نفرط فيهم. هادو كانت صوبتهم من الوالدة، الله يجازيهم بخير، الله يجازيها بخير. فاش كنا صغار انا وخوتي كانت هذا سرير واحد، كان ناموسية ديال 3 ايطاج، وهاد الارز هذا ساوي حاليا يعني 10,000 15,000 درهم للمتر، 1,5 مليون للمتر. هاد الخشب هذا، وهاد الخشب الحمد لله خدمتو انا في المركز ديالي، عطاوه لي الوالدين، عطاتو لي الوالدة، ونيت حتى الاخ ديالي قال لي خذو الله يجازيه بها. يعني واحد الهدية قيمة عندي انا، هذا تعنيني واحد الحاجة، تعني يعني كنت حطيتها في المركز في المناصفة كبياصات، استافدوا منهم الناس بزاف لان تيجيو الناس بعاد. الرقية كما تعرفون تندير الرقية العلاجية، يعني الانسان تيكون ناعس نحط يدي عليه على راسو، كذلك عاوتاني بعض الحالات النساء اللي تيكونوا صعابين، يعني تيكون تيفركلو تيكون عندهم داك الشيء صعيب، يعني خص السرير يكون مزيان فيه الطاقة. يعني الحمد لله انا قمت بهدية هاد المركز وهاد الأساس للبنيته ديالي، الأم ديالها بفضل الله سبحانه وتعالى، وأنا الحمد لله تنصلحو هاد الشي هذا. عندنا واحد شوية ديال الإصلاح فينيسيون كما تنقولو. هاد الموقع هنا زويون، مول الدار هنا رجل طيب، الحمد لله موقع قريب للطريق، وفي مجال قروي، بدية مجال قروي، الناس محتاجة هاد المكان هذا بفضل الله سبحانه وتعالى. ومازال عندي لداخل تندير نيت التقطار، يعني التقطار ديال الأعشاب بفضل الله عز وجل، والتقطيرات كاينين الحمد لله. وهذا المركز هذا بيرو هنا عندي الحمد لله نجيين، يعني واخا ميجي عندنا هنا حتى واحد هنا كاع، واخا ناخد هاد البياض، هاد المقر هذا ديال السكنة، مقر محسوب على كونطرات السكنة، يعني بإذن الله عز وجل إذا اكتفيت بهي يعني تصوير فيديوهات، تصوير مقاطع الرقية، يعني بحال الاستوديو هذا عندنا بعض الحالات، الحمد لله يعني عندي واحد الهدف، فهمتي، انني يكون عندي واحد المقر في المدرسة. الله يرحم والدينا.